السلام بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في صحه جيده واموركم مزيان كيف دائما وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. فكيف شفتوا معايا اليوم فيديو الصراحه واحد الكوموند عندي الفقاس وعندي في نفس الوقت صابلي. فغادي نشارك معكم. اول حاجه الفقاس كيجي واحد الشكل وواحد الطريقه ديالو. صراحه كيجيني دائما الفقاس كنقول ليه الصراحه ما تيحشمنيش مع كلياني اللي جا تيذوق الفقاس عندي وتيشوفو. دائما عندي في الطلبيات موجود حاضر الفقاس. فغادي نخليكم مع المقادير. فعندي هنايا تقريبا زلافه ديال اللوز، كندير فيه زلافه ديال اللوز، كندير فيه 2 معالق حتى 4 المعالق ديال النافع وحبه حلاوه، زنجلان نص كاس ديال الزنجلان، كندير 2 كؤوس ديال الزيت، 2 ساشيات ديال النكهه ديال الزهر. عرفتي ديك النكهه ديال الزهر كتعطيه واحد الرائحه واحد الطعم صراحه هائل. كندير ايضا نص كاس او ربع كاس ديال الماء الزهر يكون نوعيه جيده. عندي 2 الكؤوس ديال السكر سنيده حبيبات، تكون رقيقه ما تكونش ديك السنيده اللي غليظه. عندي 7 البيضات حجم كبير، كندير انايا البيض دائما تيكون حجم كبير ديالو باش كيجي الفقاس نيت، يعني تيدخل ليا الدقيق شويه وتيجي في الوزن ديالو تيخرج. فالمهم هذه هي المقادير المضبوطه ديال الفقاس اللي كندير فيه انا. 2 كيسان ديال الزيت، كاين اللي كيدير فيه الزيت كتر تيجي داك الفقاس ما زوينش. فالمهم البنات 2 كيسان ديال الزيت، 7 ديال البيضات. المقادير راها يعني قلتها لكم كما هي. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان، غادي ندمجهم ومن بعد دابا هاد البيضه هادي يعني غادي ندهن بها الوجه ديال الفقاس. فانا تندير في داك البيض ديال البيض كيبقى غير تيطرمى، فانا تنديرو هنايا تندير داك الصفر ديال البيضه بوحدها وهداك البيض ديال البيض تنديرو بوحد تنضيفو لهاد الفقاس. صافي هنايا غادي نجمع هاد الخليط ديالي كيف كتشوفوا، غادي نميلونجي هادشي مزيان، غادي نجمعو. ملي غادي نجمعو بحال هكايا برؤوس الاصابع كتشوفوا بحال كنخلطو مزيان حتى يولي اللون ديالو ابيض، يعني ما يكونش اللون ديال الفقاس هي اون فوا نجمعو بحال هكا نبدا نحط عليه الدقيق. لا، تيبغي الفقاس يتخدم مزيان حتى اللون ديالو يتميلونجا ليه مزيان ويولي سائل واحد. يعني تخلطوا هاد المقادير كامله مزيان وعاد نبدا نضيف لهم الدقيق. ملي نبدا نضيف الدقيق انا تنكون عابره واحد البانيو تنكون حاطه فيه الدقيق ديالي، تندير كيلو ديال الدقيق. انا هاد المقادير هادي بالضبط كتهز ليا ما بين 900 غرام حتى الكيلو دقيق، يعني على حساب النوعيه ديال البيض كبير صغير، ودائما على حسب النوعيه ديال الدقيق ديالكم شحال غادي يهز معاكم. فانا المهم بهاد الكميه هذه دائما ما بين 900 950 كيلو هو اللي كيهز ليا هاد الدقيق هذا. فغادي تشوفوا غادي نبدا نضيف الدقيق كيف قلت لكم عابره وحاطاه في واحد البانيو تنبدا ناخذ منه وتيكون مغربل، تيكون داخل فيه الاكسجين حتى هو تيساعدنا باش يجينا الفقاس يجينا ما يتشققش معنا وما يتفرقعش لينا في الفران. صافي هنا غادي نبدا نحط الدقيق وعاد نضيف عليه دوك الساشيات ديال الخماره. حاجه اخرى عاوتاني الخمارات ما نحطوهمش على السائل ديال داك البيض وهذا نحطو عليهم الخمارات فهو تيجي هابط وتيجي طافس لينا. فانا هاد الطريقه تندير ساشيات الخماره مع الدقيق. هاد الطريقه هذه راها اكيد الا درتو الساشي الخماره على الفقاس على داك يعني داك البيض وعلى هذاك السنيده وهذا تديروه عليها فهو تيجي هابط ما تيجيش لينا طالع. فديك الخمارات بحال تتخسر. هاد الطريقه مجربه، فاكيد هادشي اللي كنقول لكم يعني راه عن تجربه المره الاولى والثانيه عاد تصدق. يعني راه ضروري كتكوني شي حوايج عارفاهم تصدقوا معاك تتبغي تقول لهم باش هاد الحوايج الناس ما يطيحوش فيهم. فهكايا هذه طريقتي ديال الفقاس الصراحه تيجي الشكل ديالو ولا المذاق ولا يعني تيجي رائع. يعني اللي تيشوف عندي الفقاس ضروري ما تيكومونديه مع عندي مع شي حلوه اخرى، تيكون جاي ياخذ هي شي حلوه اخرى تيبان ليه الفقاس ضروري تياخذو من عندي.
وصافي هذه هي طريقتي انا في الفقاس المعتمده عندي. وعاود حاجه اخرى، دائما دقيق، ما تاخدش داك النوعيه الجيده ديال الحلويات. الفقاس ما تيبغيش النوعيه الجيده ديال الحلويات، تيبغي الفقاس نوعيه عاديه، يعني تكون عاديه ديال الدقيق، ما تكونش نوعيه خايبه، ما تكونش ديك النوعيه ديال الحلويات، يعني عاديه. صافي هنا تنبدا نشوف الفقاس ديالي شحال غادي ياخد معايا. كيف قلت لكم عابر الدقيق، فانا هاد الفقاس هذا خدا ليا بالضبط 900، درت 900 غرام، وبقات لي تقريبا واحد 100 غرام بقات لي في داك البانيو. خديت منها 50 غرام، يعني ديك 100 غرام خديت منها 50 غرام، يعني هاد الفقاس بالضبط هز معايا 950 غرام ديال الدقيق. هنايا كيف كتشوفوا معايا راني قسمت العجين ودرتو على هاد الطريقه هادي، وكيف كتشوفوا معايا فانا كنهزو وتنخبطو تن تنهزو هكايا وتنخبطو، يعني باش داك الهواء يخرج منه. هاد الطريقه هادي ما يجوش دوك الفقاعات فيه ويجي داك الاسباس خايب تيجي في الفقاس، بحال تيجي مجعب، تيجي كبير هذوك الجعيبات. هاد الطريقه هذه تنهزو تنحطو بحال هكا بجد، يعني باش انه دوك الفراغات وداك الهواء يخرج من الفقاس. هاد الطريقه باش يجيكم الفقاس مقاد ويجيكم يعني تقطاع واحد. شوفوا كيفاش درتو على هاد لي بودان بحال هكايا بهاد الطريقه. يعني هاد الطريقه اللي كنقول لكم يعني راها مجربه واكيده، غادي تخدموا الفقاس بعينكم يعني مغمضه. هذه هي طريقتي ديال الفقاس المعتمد عندي. صافي هنا راه تنبدا تنهز فيه وتنحط تنتعمد انني تنهزو، يعني نخبطو باش انه كيف قلت لكم باش يحيد منه داك الهواء ويجي ما يجيش ناش مجعب من الداخل ويجي خاوي. تيجي الفقاس عامر من الجناب وخاوي من الوسط، تيجي الشكل خايب. صافي هنايا كنبدا ندهن هذاك الصفار البيض اللي خليت، تندير معاه نسكافي وواحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو. حتى الكاكاو تعطيه واحد المذاق زوين وتعطيه حتى داك اللون تيكون زائد في المذهب، تيجينا زوين. فانا هذه طريقتي، تنبدا بحال هكايا نشيت في هذا الفقاس بشويه بشويه. دائما اي حاجه اعطيوها وقتكم واعطيوها الخاطر بانها باش تصدق معاكم دائما. درتو الحاجه هي وقفوا عليها حتى تساليوها وتكملوها وتفينيوها وتاخذ منظر زوين. دائما اي حاجه كديروها بهذه الطريقه وديروها بالاتقان راه اكيد غادي تصدق معاكم. ماشي نتوما غادي تبداو جايين الفقاس تبداو تصيبوا فيه وغي زرب 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 والفران ما تعطيوش وقته حتى هو كذلك، راه ما يجيكمش زوين. راه ضروري اي حاجه تبغي الخاطر تبغي الوقت ديالها. صافي الفقاس هنا راه شفتو معايا، غادي درت ليه هذاك البابي من التحت ديال الفران، غادي نديرو بهذه الطريقه وغادي ناخذ واحد الفورشيط وغادي نجرو عادي كيف كنجرو دائما الفقاس. نجرو هكا دائما الفيديو راه شارح راسو. هنايا راه تنحاول نعمر مزيان هذوك الجوانب اللي ما تيكونش داخل فيهم هذاك البيض ونسكافي والكاكاو بهذه الطريقه باش يجيني محمر، ما يجينيش يعني جهه فيها وجهه ما فيهاش، يعني تيشرب تيبدا داك اللون تيبدا تيتحيد. صافي هذه هي طريقتي. الفران انا تندير الفران ناقص على اقصى درجه، تندير الفران 160 درجه. انا عندي الفران شويه مجهد في الحراره ديالو، عندي سخون بزاف، تنديرو انا 160. عندكم الفران عادي غادي ديروا 150 درجه، غادي ديروا عفوا 180 درجه. انا عندي الفران المجهد تنديرو 150 100 على حساب. هنا الفران ديالها حتى يسخن غير شويه، تنشعل عليه لتحت، الفوق ما تنشعلوش بالمره. هذه هي طريقتي انا في الفقاس، نشعل لتحت ونخليه حتى انه يبدا تيطلع، تنحس بيه تيتنفخ هذاك الفقاس وتيبدا تيذهب معايا من الجناب تنحس به. صافي تنشعل عليه واحد شويه الفوق، تقريبا واحد 5 دقائق نشعل عليه الفوق. صافي تنحيدو هي باش انه يبس ليا من الفوق، ما يجي ماشي تنحمرو، هي باش انه يبقى عطيني داك اللون ديالو من الفوق. صافي هاد الشيء اللي كاين، هذه هي الطريقه ديالي ديال الفقاس. صافي هنايا من بعد ما طاب ليا وخرجته، شوفوا هذه هي التحمار ديالو، هذا هو اللون ديالو كيعطيني هذا الشكل هذا تاع 5 ديال لي بودان بحال هكايا. تنغطيه مزيان وتندير عليه واحد البلاستيك. صافي هذا هو الشكل ديالو، تنقطعو
وتنديرو فكريتنا تيجيو، يعني تيديو حاجه زوينه وديال الدار، واكيد تتكون نقيه وتتكون شي حاجه كتصايبيها من القلب ديالك وانتي راضيه عليها، فاكيد غتجي وحده كيتعجبها اللي داتو الحمد لله تيعجبهم وتينال الاعجاب ديالهم، تتكوموندي المره الاولى والثانيه والثالثه دائما تيجيو ياخذوه من عندي. فان شاء الله الفيديو اللي جاي غادي نشارك معكم هذا الصابلي بهذا الشكل هذا، صراحه تيجي روعه وتيجي شكل زوين وراقي وبريستيج، شي حاجه ديال هكا الحطه زوينه. فهذا الصابلي راني مفينيه باللوز ماشي بالكاوكاو، تيجي شي حاجه المذاق ديالو روعه. فغادي نخليكم في امان الله، ان شاء الله الفيديو اللي جاي.